حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في من يظلم الناس. حسبي الله ونعم الوكيل في من يظلم الناس. حسبي الله ونعم الوكيل في من يسعى للسحر للإفساد بين الناس. حسبي الله ونعم الوكيل في من يفرق بين الناس. هناك أناس يعجبك قولها في الحياة الدنيا ويأخذ بأن يشهد الله على ما بداخل قلبه، لكنه ألد الخصام. شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 204، قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. شوف بيشهد ربنا على اللي في قلبه، لكن هو من جواه ومن براه ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. إذا مشى مع نفسه ينشر الفساد في الأرض، يفسد في الأرض. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. طيب قل له اتق ربنا تأخذه العزة بالإثم، جزاؤه إيه غير جهنم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. اتق الله، اتقوا الله يا أمة رسول الله. إياكم وظلم أنفسكم وظلم غيركم. فاعلم أن حسبي الله ونعم الوكيل ليس لها مثيل عند الله.